قول لي الستات بتخبي ولادها ليه بعد الطلاق؟ هو بنسبة كبيرة أو بنسبة تفوق ال90% بسبب المكيدة. أنا عايز أنتقم منك. هنتقم منك إزاي غير في الحاجة اللي توجعك؟ ونقطة ضعف أي راجل، أي راجل بالذات، ولاده، عياله. فإيه اللي يخلينا ننتقم؟ هي عيالك. هطلع عينك عشان تسمع صوت حد فيهم. طب الستات اللي بتتكلم من المنظور ده ساعات بتقول لا انا بعمل كده عشان مصلحة ولادي، لما تيجي تناقشها تقول لها انت بتحاربي الولاد، بتحاربي الاب بولاده، تقول لك لا انا بحميهم. أنا مش عايز أظلم برضو الستات في الحتة ديت. هي بترجع للحاجتين. أول حاجة ودي الأغلبية العظمى هو إن أنا بكيدك. طلقني أنا، تسيبني، مش عارف إيه. والنقطة التانية عشان أنت كنت مش كويس معايا، فأنا مش عايزاك تكون مش كويس مع الولاد كمان. فأنا ببعدهم عنك خالص عشان أنت ما تأذيهمش. وده برضو مش صح. ليه؟ لأن مهما كان الولد حتى لو أبوه مش حلو إطلاقا بيحتاج حنان الأب وسنده. بالظبط. يعني ولو انت احتجت حاجه هتلاقي ابوك. وسند الاب يعني حتى مهما لو كانت الاب الام. وحش. يعني دي بنوجهها برضه يا رندا للامهات اللي هي بتقول هو والله راجل مش كويس، ما بيصرفش، ما بيجيبش، ما بيعملش. برضه الولد بيحتاج حنان الاب نظرا لانه هو لسه طفل، فبيشوف مثلا ده مع ابوه. وكل واحد مع ابوه، انا فين ابويا حتى لو وحش وريهولي. صح. عايزه اتعامل معاه. تفتكر في الحاله اللي زي دي لو الاب فعلا وحش، الام بتخبي ولادها عشان الاب وحش، تفتكر التعامل بينهم والاحتكاك بينهم في مواقف الحياه يغير من طبيعه الاب ويخليه يبقى اب كويس؟ هو ممكن مع الوقت لو هي بالذكاء العاطفي ده ان هي طيب انا هديك الولاد تشوفهم ماشي مع المراعاه بتاعت النقطه دي. لان برضو لازم الولد يتعامل مع ابوه حتى لو هو وحش زي ما اتفقنا. وفي نقطه كمان عايز برضو اضيفها يا رندا. انا دلوقتي انا انفصلت عن زوجتي. ما ينفعش التعامل يا جماعه ما بين المنفصلين يبقوا منهم لبعض. يعني قصدك ان انا انفصلت دلوقتي عن زوجتي. تمام. لو انا عايز اشوف الولاد انا مش بكلم زوجتي السابقه. ما ينفعش اكلم اخوها. طب ليه ما ينفعش؟ يعني عشان ده بالعكس في ثقافه بتقول ان لازم يبقى في تعامل بيني وبين ابو ولادي باحترام، ونتعامل عشان بينا اولاد. دي الحاجه الجميله اللي احنا للاسف نفتقدها. وعشان احنا نفتقدها بعيدا عن المشاكل، عشان ما نخشش في دايره مشاكل، الزوج يتعامل مع اخوها، يتعامل مع باباها، يتعامل مع خالها، يشوف الاولاد عن طريقهم، بحيث ان هم يبعد. احنا انفصلنا عن بعض وما بيناش الا الولاد. فعايزين تفضل العلاقه كويسه، لان غالبا اللي بينفصلوا بيتحولوا لاعداء. اعمل ان انا احاول على قد ما اقدر ماشي، ولا الولاد اهو تشوفهم رغم انك مش احسن حاجه. تمام. بس برضه هم محتاجين حنان الاب. هي لازم تبقى فاهمه النقطه دي. هي مش شطاره ان انا ابعدهم عن ابوهم. طب اقول لك على حاجه. لو بخيل وفي كل العبر وإنسان لا يعاشر، وجوده كونه حي على وش الدنيا، تمام، الابن محتاج ان وجوده بس مش اكتر. حلوه الاجابه بتاعت السؤال ده، لان كتير من الامهات بتمنع ولادها عن ابهاتهم بحجه ان هو بخيل، والله ما بيصرف، والله ما بيبعت، بتجيلي كتير. فانا برضو بقول نفس اجابتك، ان هو خليه قريب من باباه، هو مع الوقت هيحنن قلبه، هيبقى عارف احتياجاته بجد، هيشوف المواقف اللي معاه. وبعد كده الولد هيكبر كده هيكبر. مفيش حد بيفضل زي ما هو. هيعرف يقرر ويفهم شخصية ابوه، يا اما يقرب منه او يبعد عنه.